السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. وبنكمل مع بعض سلسلة مخبوزات الأفران. وزي ما عملنا مع بعض الفينو، عملنا مع بعض البوريك، عملنا القراقيش، عملنا البريوش، عملنا الحاجات الجميلة اللي احنا عملناها في قبل كده. النهاردة بنكمل مع بعض وهنعمل حاجة جميلة جدا. لما نقول مدارس بقى ونقول لانش بوكس يبقى مفيش غنى عن الفطاير الجميلة اللي احنا هنعملها النهاردة. هنعملها مع بعض بكل سهولة وبكل بساطة وتنجح معاكي من أول مرة بفضل الله تعالى. لأنها سهلة وبسيطة جدا وجميلة وطعمها حلو جدا على فكرة، هتعجب الأولاد جدا جدا. ويلا بينا مع بعض نشوف مقاديرها ايه. هنسمي الله ونحط لايك للفيديو. وهنحط أول حاجة في بولة 4 كوبايات دقيق. دقيق عادي جدا متعدد الأغراض. نحط معلقة خميرة كبيرة، معلقة بيكنج باودر صغيرة، ذرة ملح، معلقة لبن بودر كبيرة، معلقة سكر، معلقة زبدة، بيضاية. وبمعلقة بنقلب الكلام ده كله مع بعض. وعندي كوبايتين مية، ساعة الكوباية 200 جرام. انا بنزل بكوباية واحدة بس لان احنا طبعا مش عارفين الدقيق بتاعنا هيشرب سوائل ولا لا. والكوباية التانية بخليها في ايدي، باخد منها شوية شوية وببتدي اعجن واقلب الاول شويه شويه كده بايدي، ادوب الزبده الاول وبننزل بالميه شويه شويه زي ما اتفقنا. عندنا دقيق ايه النهارده؟ احنا جايبين دقيق الاهرامات. طبعا دقيق الاهرامات احسن دقيق، متعدد الاستخدامات، موجود عندنا احنا هنا حاليا، معرفش عندكم موجود ايه بصراحه. وبلم العجينه بتاعتي. خدت معايا ميه قد ايه؟ خدت كوبايه وربع ميه، خدتش اكتر من كده. وبنشد عليها ستريتش ونسيبها تخمر لمدة نص ساعة. لو الجو برد شوية يبقى ساعة الا ربع. شايفين حبايبي بعد ما اختمرت طالعة جميلة ازاي؟ وبنفش الخمر ونطلعها من البولة ونلمها كويس قوي كده بطريقة دائرية مستطيلة زي ما تحبي، بس طبعا طريقة مستطيلة احسن لان هنقسمها على 6 اجزاء، 6 قطع، كل قطعة متساوية يعني متساويين، كل قطعة قد اختها بالظبط. وبنكورهم ل6 كور صغيرين متساويين. وبركنهم عندي على جنب، بغطيهم بستريتش، اغطيهم بمشمع، اي كيس عندك، فوطة. بس لو هتغطي بفوطة طبعا هيبقى بين الفوطة والعجين اي كيس عندك، لان العجينة طبعا ما فيهاش زيت، ما فيهاش اي حاجة، اي مادة دهنية، فيها معلقة زبدة صغيرة فهتلزق. بنغطيها لمدة دقيقتين 3 دقايق بالكتير، مش اكتر من كده، ترتاح بس وتاخد وضعها، تعرفي تشكليها، تعرفي تشتغلي بيها. ورشة دقيق بقى حلوة كده ممتازة على الرخامة. ونبتدي نفرد العجينة بتاعتنا الجميلة دي. طبعا رشة دقيق محترمة، ليه بقى؟ لان العجينة بتاعتنا ما فيهاش اي مادة دهنية، طرية شوية بتلزق. شايفين عاملة ازاي؟ جميلة زي الملبن في ايديكي. في الوقت ده بكون محضرة جنبي طبق وعندي كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة. بعد ما نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما تنسنيش بقى بالاشتراك في القناة، وما تنسنيش بدعمكم الجميل، بيفرق معايا طبعا. كومنتات بتفرق معايا جدا، بفرح بيها. وبنرفع العجينة بتاعتنا في الطبق. لا ازاي؟ احنا نسينا نحط زبدة. هنفرد الزبدة، عندي معلقتين زبدة كده لكل واحدة. طبعا احنا عندنا 6 قطع، قطعناهم ل6 قطع. انا عندي لكل واحدة معلقتين زبدة، الاخيرة ما بنحطش عليها طبعا. يبقى عندي ايه 10 معالق زبدة لكل واحدة فيهم معلقتين. بفردهم كويس قوي كده وارفعها في الطبق. طبعا العجينة في ايدينا جميلة ومرنة وطرية، شايفين عاملة ازاي؟ وبنجيب التانية بنفس الحجم، بنفردها بنفس حجم الاولى، والتالتة والرابعة والخامسة كلهم بنفس الحجم. بفردها قد اختها بالظبط كده. وزي ما اتفقنا في البداية مع بعض، سمك العجينة من سنتي لسنتي ونص. وانزل بمعلقتين زبدة درجة حرارة الغرفة وافردهم كويس قوي.
لو الزبدة مش بدرجة حرارة الغرفة مش هتتفرد معاكي كده، بما ان العجينة طرية هتقطع العجينة منك وهتبهدلها. لا، يعني خليكي دايما تشتغلي بالزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، زي ما عملنا في الاولى والتانية والتالتة. الرابعة بنفس الوضع، والخامسة كمان. ادي رقم 5. واخر واحدة طبعا بفردها بنفس الحجم ونفس السمك، بس ما بحطش زبدة. العجينة سحرية يا جماعة، بتفرد نفسها. هننقلها طبعا في طبق تاني اكبر شوية، ونشد عليها ستريتش، وبندخلها التلاجة لمدة نص ساعة لو انتي في الشتاء. اما لو في الصيف طبعا بتاخد لمدة ساعة، لان الزبدة بتبقى سايحة عندي. لا، احنا عايزينها متماسكة عشان ما تفضلش تبوظ العجينة منك. ورشة دقيق حلوة كده محترمة، وننزل بالعجينة. نفرد حبايبي، تفرديها بايدك الاول شوية وبعدين بالمردنة. تديها برضو من فوق رشة دقيق كويسة، لان طبعا العجينة مليانة زبدة في ايديكي، هتفضل بقى تروح وتيجي. كوباية واسعة عندك بقى، عندك قطاعة، بس طبعا يكون تكون واسعة شوية وتقطعي بيها. عايزين كل الدوائر كده تبقى كلها بحجم واحد. بنقطعها كلها وبنشيل الزيادات بتاعتنا دي. كل الزيادات دي بنشيلها وبنجمعها طبعا من اول وجديد. بعملها كرة صغيرة واحطها جنبي كده دقيقتين ترتاح بس، وارجع اعمل لها اعادة تدوير. وبفردها سنتي سنتي ونص، واقطعها نفس الحجم. وبنشيل الزيادات برضو، بس المرة دي مش بنفردهم بقى، بنقطعهم بايدينا كده. وبنرص في الصواني عندي او في الصاج، ايا كان انت هترصيها في ايه. في الوقت ده انا بجهز بقى الحشوة بتاعتها. عندي فلفل اصفر الوان نص واحدة، مش اكتر من كده، لان احنا طبعا عاجنين نص كيلو. الفطاير بتاعتنا هتعمل كمية مش هتاخد اكتر من كده. 2 او 3 فلفل اخضر، نقطعهم صغير برضو بنفس الحجم. مكعبات صغيرة كده عصافيري. عندي حبتين او 3 حبات قوطة، بنقطعهم. بناخد اللحم بس اللي فيه ونشيل اللي جوه ده. كل اللي فيه مية دوت طبعا هيبوظ الدنيا، هيبوظ العجينة معانا. بنشيل قلب الطماطم، وبناخد اللحم بس بنقطعه قطع صغيرة متساوية بنفس قطع، يعني بنفس حجم الفلفل. ممكن تحطي بقدونس، ممكن تحطي شبت مع الخلطة دي، ممكن تحطي انتي ابدعي. عندي كمان لانشون. انا النهارده ابدعت وحطيت لانشون، حطينا زيتون. انتي ممكن يعني تعملي اي خلطة تانية. طبعا عندي كوباية جبنة موزاريلا، وعندي نص كوباية زيتون، مع كل الحاجات الجميلة دي. وبنقلبهم كلهم مع بعض، كل الخلطة بتاعتي كده مع بعضها. شايفين الالوان المتناسقة الجميلة دي، ولا لوحة فنية. في الوقت ده بتكون العجينة بتاعتي اختمرت وتضاعف حجمها. باخد معلقة كده، وفي كل واحدة بحط فيها معلقة. وكل واحدة انا بحطها بضغط عليها بايدي عشان بس ما لسه العجينة هتختمر كمان. وبيتضاعف حجمها في الفرن، مش عايزين الحشوة دي تقع وتبوظ الدنيا. طبعا في الصاج عملت معايا قد ايه؟ عملت معايا 31 قطعة، بسم الله ما شاء الله. وبندخلها الفرن على اعلى درجة. شايفين الجمال والحلاوة اول ما دخلت الفرن واتضاعفت، وبعد ما استوت كمان بقت جميلة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين جميلة ازاي؟ تخيلي نفسك بقى اما تعملي حاجة جميلة كده وتحطيها لابنك في اللانش بوكس، احسن مليون مرة ما تجيبي من بره. شايفين جميلة ازاي؟ شايفين الحلاوة والجمال؟ ما تنسانيش بقى بلايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.